والواقع معناها ماناش باش يقولوا احنا باش يقولوا اخوه معناها فعلا، وهذه هي فرصه انها للتقارب ما بين الاخيان العمال ومعناها في الجزائر وفي تونس فيما بينهم، لان الاخيان عندنا فما زاد نقلوا لنا من دول بالواقع مشكورين اللي هم في كل تظاهر الواقع، وهذا ماهوش غريب عليهم. وشكر خاص للزرقاء لان فعلا دون إطالة نحن الجهوي بالثقافة والرياضة والعمل بالكل حاولنا يعني أن يساهم في ارتفاع منسوب الأنشطة الرياضية في معناها كمصلحة تطوير الرياضة وفي مكتب تطوير الرياضة بالتطوير الجهوية شهيد الرياض. احنا إن شاء الله نديروا الاتفاقيات والتعاون، وكان سي فؤاد على رأس هذا المكتب كان خير سفير للرياضة بالجهة وللرياضة في الوطنية ككل. بطبيعة الحال في المجال الرياضي العمالي هذه سمى كما نقولوا الاتفاقية أبرمت اليوم مع المنظمة نتاع ولاية قبلي، لكن عندنا عدة اتفاقات لأن كما قلت لكم العلاقة اللي راهي بيناتنا كأخوة في جميع المجالات وفي جميع الميادين، وإن شاء الله نكونوا إن شاء الله بالتوفيق في مجالات أخرى وفي محطات أخرى إن شاء الله. وشكرا. فؤاد بن يوسف رئيس مكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبلي. اليوم احتفلنا مع كل العمال في الولاية بذكرى عيد الشغل. لسنة حبيناها أن كما معناها سبق وقلنا أنها كانت هي معناها حاولنا أن باش تكون ذات بعد مغاربي، وكانت فرصة لإمضاء اتفاقية شراكة مع الأخيان في الرابطة الولائية بواد سوف بالجزائر.